ممكن أعرف يا علي إيه سبب رفضك من جوازي من عمك محسن؟ من ساعة ما باباك اتوفى واحنا عايشين عيشة صعبة قوي. ما بقاش معانا فلوس، وزي ما انت شايف الحال بقى على القد، ومش معانا حد يهتم بينا ولا يسأل علينا، ولا راجل يخاف علينا ويحمينا. لازم توافق يا علي، هو الحل الوحيد قدامنا. يا ماما مش قادرة أتخيل حد تاني في حياتنا غير بابا. الموضوع صعب عليا قوي، لازم تبقي عارفة حاجة زي كده. مش قادر أتقبله بسهولة. مش قادر، لازم تبقي فاهمة الموضوع معصبني قد إيه ومزعلني. إزاي أتخيل إنك هتبقي مع حد تاني غير بابا؟ إزاي؟ انت اللي مش قادر تستوعب ان الموضوع بقى صعب عليا انا اكتر. انا ما بقتش قادرة استحمل فراق ابوك والفقر اللي بقينا فيه، ومش معايا فلوس نصرف، وانت مش قادر تقدر العذاب اللي انا بقيت فيه. انا خلاص قررت بالموافقة، وانت كمان هتوافق غصب عنك. في ايه يا علي؟ طول الوقت يا حبيبي قاعد لوحدك كده قدام التلفزيون، مش بتتكلم مع حد؟ مش شايف العيشة الجميلة اللي بقينا فيها؟ بقى معانا فلوس كتير، بص لابسين حلو ازاي، وبناكل حلو وعايشين كويس في بيت جميل زي ما انت شايف كده، مش زي البيت القديم بتاعنا اللي كنا عايشين فيه. وكفاية عمك محسن اللي بيحبك وبيخاف عليك، ده حتى ابنه مالك كمان بيحبك أوي، بيعتبرك صاحبه. يا ريت لما يرجع من زيارة مامته تتعامل معاه كويس، لأنه بيحبك فعلا. ماما، لو سمحتي بعد إذنك سيبيني. مش حضرتك عملتي اللي انتي عايزاه؟ خلاص بقى مالكيش دعوة بيا. أعيش حياتي بالشكل اللي يريحني والشكل اللي يخليني مبسوط. لو انت شايف ان انت مبسوط كده وانا متضايقه يا علي وزعلانه عشانك، خليك براحتك، بس يا ريت لما تتكلم اتكلم باسلوب احسن من كده. ويا ريت كمان تبقى موطي صوتك عشان عمك محسن موجود في البيت. انا مش حابه انه يسمع كلامك ده. الراجل بيحبك جدا وبيعاملك كويس. نأجل كلامنا بقى عشان عمك جهز ونزل اهو. صباح الخير يا علي حبيبي، عامل ايه؟ صباح الخير يا سعاد، عاملة ايه؟ مش محتاجين مني حاجة قبل ما اروح الشغل؟ لا لا شكرا، انت مش مخلينا محتاجين حاجه خالص. وانت يا علي حبيبي مش محتاج حاجة؟ شكرا، انا مش محتاج حاجة من حد، محتاج بس ان كلكم تسيبوني في حالي. انا مش عايز اي حاجة من حد. ممكن تعتبروني موجود في البيت ومش موجود، ولو ضغطتوا عليا بأي حاجة على عكس رغبتي هتلاقوا مني اللي مش هتتوقعوه أبدا. بص يا علي حبيبي، أنا مش هزعل من كلامك ده. أنا عذرك وعارف طبيعة مشاعرك. أنت صعب إنك تتعود عليا أو تحبني كده في يوم وليلة. مع الوقت الأيام هتثبت لك أنا قد إيه بحبك، وأنا متأكد إن أنت كمان هتحبني زي ما بحبك بالظبط، لأن أنا بحبك زي مالك ابني بالظبط. ومفيش أي فرق بينكم انتوا الاتنين. أنا دلوقتي هسيبك براحتك، مش هضغط عليك أكتر من كده. ولو احتجت أي حاجة في أي وقت يا حبيبي أنا موجود. ماشي ماشي، شكرا لحضرتك، شكرا. أنا اتأخرت قوي كده ومضطر إن أنا أمشي. لو احتجتوا أي حاجة ابقوا كلموني في التليفون. ماشي ماشي يا حبيبي، انا مش هعطلك بقى اكتر من كده. شفت بقى يا حبيبي ان عمك محسن بيحبك قد ايه، ومش بيزعل منك، وقالك ان هو بيحبك زي مالك بالظبط. وبالمناسبة مالك كلمني النهاردة في التليفون، وقال ان هو جاي مخصوص من عند مامته، وهيقطع الاجازة عشان يقعد معاك وتخرجوا سوا. فعلا هو بيحبك قوي، وانت كمان حاول تحبه وتخرج بقى من اللي انت فيه ده. هسيبك بقى دلوقتي يا حبيبي وهطلع اوضتي، بس هعمل مكالمة لواحدة صاحبتي ضروري، وشوية كده وهجيلك تاني. لا 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 يا هدى، تعبت كتير قوي، تعبت كتير قوي مع علي، مش عايز يتغير زي ما هو. ادعيلي بس ربنا يهديه. يا أهل البيت أنا جيت. يا علوة، ازيك يا علوة، عامل ايه؟ أنا جيت لك مخصوص وقطعت الأجازة بتاعتي عشان نخرج مع بعضينا. أنا ما صدقت إن أنا ألاقي أخ في سنك وصاحب كمان ليا. لو سمحت سيبني في حالي وملكش دعوة بيا. ايه ده؟ صوت علي بيزعق؟ انا ما بقتش عارفة يا علي انت عايز ايه. كل اللي احنا فيه ده ومش راضيك، مش عارفة ايه اللي ممكن يرضيك. في ايه يا علي؟ بتزعق كده ليه؟ ايه اللي حصل يا مالك؟ قول انت، اتكلم، في ايه اللي جرى؟ مفيش يا ماما، كل الحكاية إن أنا قلت سيبوني في حالي، محدش له دعوة بيا وأنتوا ما بتسمعوش الكلام. أستاذ مالك جاي عايز ياخدني ونخرج عشان يتمنظر عليا بالعربية بتاعته. لا لا خالص ماما سعاد، أنا ما كانش ده قصدي، أنا كان قصدي أنا. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟
مالك ما تتكلمش انت، انا عارفه قصدك كويس. انت عارف كويس قوي يا علي ان مالك مش قصده كده، وهو كان قصده يخرجك من اللي انت فيه وانه يقرب منك. انت هتخرج دلوقتي معاه، سامع كلامي؟ ومش هتقول غير حاضر وبس. لازم تقرب من مالك وتبقوا صحاب اكتر من كده، واللي اقولك عليه بعد كده تسمعه، ولازم تبطل اسلوبك ده. انا مش هتكلم معاك تاني في الموضوع ده يا علي، سامع؟ حاضر يا ماما حاضر، مش دي رغبتك؟ أنا هنفذ لك كل رغباتك يا ماما. حاضر. يلا يا حبايبي وخلي بالكم من نفسكم. ايه يا علوة يا حبيبي، أنا من رأيي بقى ننزل نجيب أكل الأول عشان أنا جعان قوي قبل ما نروح النادي. استناني هنا مش هتأخر عليك، ماشي؟ ماشي ماشي ماشي. أنا مش عارف أحبكم ولا عارف أعيش معاكم. أنا ههرب من المكان ده، وحتى العربية بتاعتك كمان اللي أنت بتتمنظر عليا بيها دي أنا هاخدها وارميها في أي مكان بعيد. هعمل أي حاجة عشان أضايقكم بيها. إيه ده إيه ده، أنا مش عارف أتحكم في العربية، مش عارف أوقف العربية، حد يلحقني. أنا خايف، أنا خايف العربية مش راضية تقف. لأ لأ. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتقول ايه؟ علي عمل حادثة؟ عمل حادثة ازاي؟ ازاي؟ قولي. طب انتوا فين؟ في انهي مستشفى؟ انا جايلكوا دلوقتي، جايلكوا حالا. استر يا رب، استر يا رب. علي ابني، انتوا فين؟ انت فين؟ قولي مالك، ايه اللي حصل؟ ازاي علي عمل حادثة؟ علي ما بيسوقش عربيات، احكيلي اللي حصل. والله يا ماما سعاد، أنا ما عارف أقولك إيه. أنا مش عارف، أنا رحت أجيب أكل من المطعم وسبته في العربية ورجعت لقيته عامل الحادثة. أنا كلمت بابا وبابا معاه جوه في العمليات دلوقتي. طلبوا تبرع ضروري ودخل يتبرع له. أنا لما عرفت ما كنتش عايزة أكلم حضرتك في الأول عشان ما تقلقيش، وكلمت بابا وبابا جه ونقلناه المستشفى وحاولنا ننقذه، بس كان لازم أكلم حضرتك. وهما الاتنين دلوقتي جوه في العمليات مع بعض. علي ابني، علي. يا رب اقف معايا ومعايا يا رب، انا خايفة عليه قوي. يا رب احفظهولي، يا رب يقوم بالسلامة. فين محسن؟ يخرج يطمني عليه، يقول لي اي حاجة. انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي يا محسن على وقفتك معايا ومع ابني دي. لولاك كان زماني فقدته. انت وقفت معانا ووديته المستشفى وكمان اتبرعت له. انا بجد مش عارفة اقولك ايه. ما تقوليش أي حاجة، هو زي ملك ابني بالظبط، والحمد لله إن ربنا عداه على خير وبقى كويس. طب يا حبيبي انا هستأذنك بقى عشان هطلع اطمن عليه. تمام تمام، وأنا جاي وراكي. هاي علي يا حبيبي، عامل ايه دلوقتي؟ احسن يا حبيبي؟ يا ماما الحمد لله أنا بقيت أحسن بكتير. ما تزعليش مني يا ماما، أنا آسف، حقك عليا. ازيك يا علي يا حبيبي، عامل ايه دلوقتي؟ عمو محسن أنا آسف، حقك عليا. آسف على معاملتي لحضرتك. ما كنتش عارف إن حضرتك فعلا بتحبني بجد زي ابنك. مفيش أي حد في الدنيا كان يقدر يعمل اللي حضرتك عملته علشاني. حضرتك أنقذت حياتي. أنا بعتذر لك يا بابا محسن. أنا بعد كده مش هقولك غير يا بابا محسن. حبيبي يا علي، ربنا يخليك لينا انت ومالك يا ابني، وليك عليا اول ما تقوم بالسلامة هعلمك السواقة بنفسي، وليك عندي احلى هدية، عربية اللي انت تختارها، وزي ما هجيب لك هجيب لي مالك بالظبط. بجد بجد يا بابا، ربنا يخليك لينا يا رب. وهاي هاي عليكم يا أصدقائي. لو عجبتكم قصتنا النهاردة وعجبكم الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء، وعشان قناتنا تكبر بيكم وبدعمكم. ودلوقتي أقول لكم يلا سلام.